لا فران لا كوكوط لا صداع صغير، نقصي العافيه ومهليه قتلي العافيه وشويه ديال الصبر وغيجي شهوه من هذا الطاجين. دوزوا المقادير كيفاش وجدنا هذا الطاجين. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم طاجين ديال الغنمي، اللحم ديال الغنمي بالسفرجل معسل. يعني طاجين بلا ما تبقى قوه الماعن ولا قوه يعني الفران وهذاك الشيء. دغيا كديروا فيه الطاجين كيجي تحطوا فيه كيجيكم ساهل. كتبغي غير شويه ديال الصبر، كدير واحد العافيه مهيله عليه وكتخليوه يطيب على خاطره. كنحتاجو فيه المقادير التاليه. هنا عندنا واحد الكميه ديال اللحم اللي بغيتو، يا غنمي يا بكري، داكشي اللي بغيتو. عندي هنايا العطريه واحد المعلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال الخرقوم، 2 فصوص ديال الثوم، واحد المعلقه ديال القزبر يابس، راس معلقه ديال البزار، ونص معلقه ديال المروزيه، والملح على حسب الذوق. اللي عنده الزعفران شعره راه كيجي ممتاز. هنا عندنا الزيت البلديه، عندي واحد البصله قطعتها هكايا جوانح، عندي واحد الكاس ديال الماء. غادي نشرملو دابا اللحم. بسم الله على بركه الله. غنديرو هاد العطريه كامله مع الثومه اللي عندنا. ما غنديروش الزيت، غنديرو شويه ديال الماء. كنعرفوا اللحم راه كيطلق الماء، كنزيدو واحد شويه ديال الربيع. غنشرملو هاد الحينات اللي عندنا. بغيتو ديروا المعزي راه كيجي ممتاز، بغيتو البكري، كل واحد على حسب الاستطاعه ديال الواحد. بما ان الغنمي مازال عندنا، علاش ما نديروش بحال ما كطويجنات، بالخصوص هذاك السفرج اللي كنت شاركت معكم باقي عندي، ولا غنديروا فيها الطاجين. دابا شرمت الحيمات، غادي ندير عليهم هاد البصيله الفوق صافي، وغادي ندير نشعل البوطه ونخليهم يتشحروا. الزيت غنخليه حتى يدخل شويه، واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه ندير الزيت. دابا حطيت الطاجين فوق البوطه، غنخليه حتى غنغطيه ونخليه حتى يتقلى مزيان. مره كنقلب دوك الحيمات حتى كيتقلاو، عاد باش غنرويه بالماء يكون طايب. بعد ما درنا الطاجين ديالنا كيطيب كيتقلى، دابا غنشارك معكم السفرجل. انا غنشارك معكم هذوك المعلبات كاع اللي عندي. هنايا اللوبيا، شوفوا كيفاش ندير قريعات كبار وقريعات صغار. هذه اللوبيا مع الخرشف، دايره اللوبيا مع الخرشف. السفرجل هادو راه كلشي صايبتهم معكم، كلشي كاين الفيديوهات ديالهم في القناه ديالنا. هذا هو السفرجل دابا اللي غادي نصايب معكم، اللي غنعسل. طايب غير نص طايبه، كلشي هادشي طايب غير نص طايبه. هذا السفرجل، اللوبيا هنايا غير بوحدها، هذا الخوخ، هذا العصير. باش ما كيبقاش الوقت ديال الخوخ كتجبدي القياس ديالك وكديري به العصير. كيبقى ممتاز، كيجي زوين. كما تشهيتي الخوخ كتجبديه كتصايبي به العصير ديالك. هذا المربى ديال الرمان، سيبقات ليا غير هاد القريعه. كيبقى حتى هو مزيان. كلشي هادشي دايره غير في الثلاجه لتحت. هذا المربى ديال الفريز، كلشي هادشي الفيديوهات ديالهم راه كاينين في القناه. اللي بغات شي حاجه دوز الفيديو غتلقاه في القناه. هذا ديال الفريز، هذا ديال الرمان، كيبان تقريبا بحال اللون ديالو. هاد القريعه اللي بقات عندي من ديال الرمان. الخوخ، اللوبيا غير بوحدها، السفرجل شوفوا كيفاش كيبقى، الخرشف واللوبيا، وهادو قريعات صغار غير ديال اللوبيا. اللي بغات شي حاجه بغاتني نعاود معاها الفيديو ماشي مشكل، الا كان الوقت ديالها نعاودها معاها. واللي تشاهد شي حاجه وبغات ديرها دوز الفيديو وتشوف الطريقه كيفاش صايبتهم. دابا غناخذ هاد القريعه ديال السفرجل هي اللي غادي نعسل معكم. بعد ما خلينا اللحم ديالنا كيتقلى، واحد الريحه يا سلام طالعه ما نقولش لكم.
تشرب ديك العطريه. دابا غنزيدو ديك الزويته، الزيت البلديه شي تقريبا نص كاس، واللي بغى يدير زيت المائده يديرو. غادا ندير واحد الكاس ديال الماء يكون طايب يعني غليان، كاس ما كملتوش، كاس صغير. غادا نغطي عليه ونقص عليه العافيه. السر ديال الطاجين هو تنقصي العافيه تكون مهيله، كتقتليها وتخليه يطيب على خاطر خاطرو، كيجي محمر والمريقه خاسره ومنبيه. دابا غنخليه يطيب حتى يطيب ونوريكم كيفاش غادا نعسل السفرجل. ملي غادي يغلى غناخذ منه واحد 2 معالق ديال المريقه نديرها مع السفرجل. بعد ما تقلى لينا اللحم ديالنا زدنا فيه الماء وزدنا فيه الزيت خليناه كيطيب. دابا غناخذوا السفرجل باش نعسلوه. انا خديت هنايا بعد ما غلى الطاجين وعاود زدت واحد 2 معالق ديال المرقه، واحد شويه المرقه. خديت هنايا غناخذ السفرجل حليته غير بالزيت حتى نفس الموس، مابغاتش تحل ليا كاع القرع. شوفوا بسم الله كيفاش كيجي شاد في راسو، ما هاري ما والو، كنخوي هو وداك الماء ديالو. الماء ما فيه لا مواد حافظه لا والو، يعني ما غنخافوش منه حتى حاجه ما تضيع. غنزيد عليه هنا واحد المعالقه صغيره ديال القرفه، غنزيد عليه السكر على حسب الذوق. غادي نديرو يتعسل ويطيب، يزيد يكمل في الطيب ديالو. راه باقي خاصو شويه، شتو هو راه طيب داخلو طيب، ولكن راه مازال خاصو شويه ديال الطيب، حيت ماشي طيبناه 100%، طيبناه تقريبا واحد 50 ولا 60%. دابا غنكملو ليه الطيب ديالو. انا غنديرو يتعسل بما طاب اللحم ديالنا. هذاك الماء اللي كان فيه شوفوا كيفاش تعسل، ولا بحال السيرو، ولا تقيل بحال السيرو. حيت كنا ملي فاش علبناه درنا واحد المعالقه ديال السكر، اللي تفرج في الفيديو راه غادي يعقل عليها. بعد ما طاب اللحم انا غسلت واحد شويه ديال البرقوق ودرتو هنايا الوسط. شوفوا اللحم كيفاش راه ولا زبده، خليتو طاب على خاطرو. دابا غادي ندير السفرجل، ها هو اللي عسلت. بسم الله. انا راه كتعجبني فيه القرفه، كنكثر فيه القرفه. السفرجل باقي بحال يلاه كيما خديتوه، بحال غير صيتو. واخا دابا راه مده ديال 7 شهور دابا باش صيفطو معاكم، ولكن راه باقي بحال يلاه خديتوه دابا. هاد التقطيعه اللي كنت قطعت بحال الاناناس كيجي تا هو زوين، ديكور فيه كيجي زوين. ناخذ واحد شويه ديال هذيك التعسيله ديال السفرجل، وكنزينو بواحد شويه ديال رقائق اللوز او اللوز ايفيلي. واش تزينو بالزنجلان اولا باللوز هكاك مقلي، كل واحد كيزين على حسب اللي بغيتي. دابا غنخليه هنا 2 دقائق ولا 3 ديال الدقائق صافي، ونطفي عليه. المريقه راه صافي وقفات، راه ما بقاتش كاع المريقه نهائيا، هي واقفه. 2 دقائق ولا 3 ديال الدقائق صافي ونطفي. هذا هو الشكل ديال الطاجين ديالنا بعد ما طاب. كيجي اللحم الزبده والمريقه ملبيه خاطره. كنتمنى تجربوه، واللي عجباتو هاد الوصفه او عجبو هاد الطاجين ما ينساناش من لايك وواحد التعليق يكون زوين، وما تنساوناش في البارطاج ودعمونا. شكرا لكم.